الحاجة مليكة بغات تقول لكم شي حاجة. المهم بالنسبة للطريقة اللي غادي نعطيكم دابا، الطريقة ديال الحاجة الملكة باش تعرف شنو عندك من الملوك ولا الجواد ولا الوراثية ولا الشياطين ولا العوارض، شنو عندك. كناخذ عندك بيت، خص ضروري يكون عندك بيت غرفة ديالك. تاخذ 5 الكيسان ديال النحاس، دير فيهم القرنفل، المسك الابيض، المسكه حره، الزهر والعود قماري. هادوك ايضا غتسيق بهم داك المحل مزيان وغتعوم بهم. تمام. غتقرا الملك 21 مره وغادي تنعس باش غتبخر بالعود قماري واللبان داكر والقزبر والمياه بلا ما ديرها، لان المياه كتوضر الحضور. المهم كتنعس في هذيك الليله، كيوقف عليك الواقف وكتشوف كلشي. الا كنتي ولدها ولا كنتي بنتها، راس داكشي اللي غتشوف في هذيك الليله راه عجيب عجيب عجيب. المهم عندك 3 ايام، وكاع اللي شاف هذا الفيديو راه غادي يشوفني اليوم واقف عليه. الا كانت عنده هذه الملكه هذه الملكه بالخصوص كتحضر في اثناء الخطر، في كيبغي ولدها ولا بنتها يوقع، ولا ولد ولدها ولا يوقع عليه شي خطر، كتوقف هذيك الساعه كتقول لك شنو كاين. ساعه ساعتين كيحضر داكشي، ساعه ساعتين هذاكشي اللي قالت لك هو اللي كيوقع. الامور هذه راه عجيبه، هي الكشف ديالها خاص تلفازه، وهي كتضرب ضربه وكتسكت، وكتضرب ضربه ثانيه وكتسكت. مع العلم ما كنبغيش اللي يتكلم فيها، هي ثقيله بزاف وطياحها صعيب. اللي عنده الحاجه ملكه طياح ديالو صعيب، ولكن كينوض ورده هنا وورده هنا، كينوض كيشعشع بالزين، ولكن طياحها صعيب صعيب صعيب. وهي راه مملكه، هي اللي كانت عندك الحاجه ملكه بارك. ولكن هادشي اللي كنشوفو في السوشيال ميديا راه ما خدامش، فهمتي؟ هادشي اللي كنشوفوه في السوشيال ميديا ما خدامش، كيكذبوا عليها. وهي اصلا الجمع ديالها ما كيكونش بهاد الطرق هذه. هي شوف، ايما شخص كيبين لكم الطقوس ديال الملوك في السوشيال ميديا عارفوا كذاب. هما كيبغيو يبقاو في الغيب. انا كشخص كندير الطقوس ديال شي ملك ولا شي ملكه، كنديرهم بامور التي شرعها الله، ولكن ما نبينهمش الناس. حتى المعني من الامر ما خصوش يعرف شنو كاين، ما يعرفش. سترها، راه الملوك سترها، ماشي فضيحه. المهم كديروا الطريقه ان شاء الله وكاين خير. هي خطيره، هي بحد ذاتها مملكه. اللي كانت عنده ديما كيشوف انه عايش في مملكه ودايرين به جنود، كل جنود هي ما كتبغيش اللي يتكلم فيها ولا يجبدها، وهي الحضور ديالها كيكون نادر حتى الاوقات الخطر. وما عطيتكم ماشي تلميحات عليها، اما هي راه لا جيت ندوي عليها خاصني شي 3 ايام 4 ايام من الصباح حتى العشيه. تمام. اللي بغى يتواصل معنا 00 20 20 وردوا بالكم. الناس اللي عندهم الملوك وعندهم الجواد كيستروهم، كيفضحوهمش. الفضيحه هي ديال الجواد، هي ديال الشياطين يستدرجونكم من حيث لا تعلمون. تمام. ديال الشياطين يستدرجونكم وكيبينوا لكم اشياء انتم لا ترون حقيقتها حتى تدخلوا في عمقها. كتدخل تعمق كتغرق. اما الناس ديال الجاليه تقريبا كلهم الحمد لله هداهم الله، مابقاوش كيذبحوا الا دوك اللي كيخدموا. عندهم شي وحدين تما كيخدموا الطقوس الذبيحه وداك الشيء، كيبين كيقول كنشوفوا الناس وكنديروا الناس، وما راه ما كاين والو. هما اصلا شياطين في الشياطين، وردوا بالكم من هاد الناس. فهمتي؟ دائما تبعدوا من الطقوس ديال الذبح ولا هادي. شي كنقول لك تعصي الله عز وجل ما عصيت يغفر لك الا الشرك. كتدخل في الشرك كتسجل راسك في العذاب. ولا عطيتيهم العهد او الوعد او الميثاق عطيتيه للجن، راه نكون معكم صالح انك كما نقولوا كتسني على راسك بالموت. وماشي الموت انك ميت ديرها، لا، الموت بمعنى الموت السريع، كتبقى حياتك كلها ميت. ما كاينش شي فرح، ما كاينش شي سعاده، كلك امراض، كلك مصائب. يوقع لك اللي وقع، وياك تذبح ولا تزور ولا تهدي، وياك ثم وياك. الملوك ما كيبغيو الستره، والذبيحه ديالهم خاصه، ما كتذبحش ليهم هما، كتذبحها لله رب العالمين. وكتجيب الطلبه وكتجيب الفقهاء ديال اهل القران، كيخرجوا السلكه وكيخرجوا اسم الله اللطيف وخرجوا الملك. حتى امور غنبدا نصور لكم مره كيفاش كيتم. انا هادشي كيبغي الستره، وكاع اللي كيبين لكم راه كيجذب على شي ملك، الله يعفو عليه والله يهديه. داكشي ما كيبغيو الستره، هما اللي فضحهم كيمشيو عليه، والله ما يبقاو لك. يلا، والسلام عليكم ورحمه الله.